ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناه على راحتك. النهارده هنعمل مع بعض الكنافه الاصابع بطريقه سهله جدا وسريعه، وفي نفس الوقت طعمها حلو، مقرمشه من فوق وطريه من تحت. طريقتها سهله جدا وبسيطه وبدون خطوات، تكات بس بسيطه تطلع معاكي احلى كنافه مستويه واخده لون حلو جدا. وكمان هنعمل الشربات المظبوط عشان خاطر ما تتعجنش منك او ما تطلعش ناشفه منك. طريقتها سهله وبسيطه، بنعمل لكم الفيديو. يلا نبدا مع بعض. بنجيب الكنافه بتاعتنا وبتكون طريه. هنا معايا نص كيلو من الكنافه، وبعد كده ببدا اني افردها بالطول، وببدا اني الف واضغط عليها جدا. وخلاص اول ما احس ان حجم الصباع كده خلاص كويس، ببدا اني اقطع بالسكينه او بالمقص او بايدك زي ما انت عايزه. مهم جدا نضغط كويس جدا لحد ما تكون معانا صباع كانها زي مثلا صباع المحشي. وطبعا حجم الصباع ده بيرجع لك انت، سواء كان اكبر او اصغر. مهم جدا نفتحها كده، لو فيها اي حته متماسكه مع بعض من الكنافه بنفرغها عشان تطلع معانا هشه من جوه. ونخليها طويله طول بالشكل ده، وبعد كده نبدا نلف زي محشي بالظبط. وبعد كده بنقطع الزوايد، وبعد كده بنسويها. والزوايد اللي من تحت دي هي اللي بنحطها في الصينيه، ما بنحطهاش من فوق عشان تدينا الشكل المتساوي بتاع الصبع بتاعنا. تعالي كده هوريك ازاي. يعني بنحط في الصينيه بالطريقه دي، الفتحه اللي انا بتنيها بتكون من تحت. نخلص الكميه كلها. خلصت كده الكميه، وزي ما انت عايزه كمان اذا كنت عايزه تصغري عن كده الحجم بتاع الصباع بيرجع لك انت. يعني ممكن تلفي لفتين بس، وبعد كده بتقطعي زي ما انت عايزه. معايا كوبايه نصها سمنه على نصها زيت، واسيحهم على النار، وابدا اني احطهم كده بالفرشه لحد ما اغلف كل الكنافه دي مع بعض بالسمنه والزيت. ما ينفعش تكون سمنه بس، عشان خاطر الزيت بيخليها مفروله معايا وطعمها حلو مش معجنه. يبقى نص سمنه او نص زيت، ونستخدم كوبايه ونحطهم طبعا مع بعض بالطريقه دي. وطبعا كميه السمنه او الزيت بتقل او بتزيد على حسب كميه الكنافه. مهم بس ان احنا نغلف صابع الكنافه كله بالماده الدهنيه. نعمل الشربات عباره عن كوبايتين من السكر، عليهم كوبايتين من الميه، وعليهم نقطتين من الليمونه. ونبدا ان احنا نقلبهم الاول على بدون ما نحطهم على النار، وبعد كده نبدا ان احنا نرفعهم على البوتاجاز ونسيبهم لمده 10 دقائق لحد ما يبقى السمك معايا وسط، ولا هو خفيف ولا هو تقيل. الكنافه هنا حطيتها على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني، خليتها تاخد لون من تحت، وبعد كده فتحت لها الشوايه خدت اللون الذهبي بالطريقه دي. الكنافه عندي سخنه، ولكن الشربات عندي بارد. والشربات زي ما قلت لك بيقعد 10 دقايق على النار عشان يكون معايا السمك بتاعه وسط، ولا هو خفيف عشان خاطر ما يعجنش مننا الكنافه. بنسيبها تهدى، وبعد كده اهو خلاص شربت معانا زي ما انت شايفه السيرب بتاعنا او الشربات، وطلعت طعمها حلو جدا. جربيها في رمضان هتعجبك. اعملي لايك للفيديو واشتراك في القناه لو كنتي اول مره تشوفي القناه بتاعتي. مهم جدا زي ما قلت لك الشربات يكون السمك بتاعه وسط. وكمان نغلف الاصابع بتاعه الكنافه بتاعتنا، نغلفها بالماده الدهنيه سواء كان السمنه او الزيت. وطبعا الماده الدهنيه دي بتقل او بتزيد على حسب كميه الكنافه اللي انت عاملاها. اشوفكم في وصفه تانية جديده سهله وسريعه. سلام يا بنات.